لما بيحصل خطأ بنقول عليه وبنشاور عليه علشان احنا عايزين مصلحة النادي الاهلي. سيبك بقى من بعض الاعلاميين وبعض النقاد الصحفيين اللي هم اصلا زملكاويه وكل الناس عارفه انتمائهم، وبيحاولوا يلخصوا المشكله كلها في زيزو وامام عاشور. يعني مش عارف اقول ايه. تخيل امام عاشور اللي بقاله من اول الموسم ما لعبش لحد دلوقتي، ما نزلش الا في المباراه دي، والصحفيين والنقاد الزملكاويه يعني بيحاولوا ان هم يبينوا ان هم حياديين، فيطلع يقول لك ايه، لا ده زيزو عمل فركشه في الفرقه، لا امام عاشور انه طالب زيادات هو ده بقى اللي بوظ الفريق. طبعا كلام غير منطقي بالمره، لان امام عاشور اصلا ما لعبش اي مباراه، وكان مستوى الفريق يعني مش في افضل حالاته. وواضح جدا ان غياب امام عاشور الفتره اللي فاتت دي من اول الموسم اثرت سلبا على الفريق. ولكن انا زي ما بقول لك ما بختصرش الكلام ده في اداء يعني اللعيبه نفسها او خلافات اللعيبه ما بينها وما بين بعض، لا، في اسباب كتيره احنا قلناها. انا بشوف ان كل حاجه او كل الاخطاء اللي بتحصل بتيجي من الاداره او تبقى اخطاء اداريه بتاثر على الاداء الفني واداء اللعيبه.